كيف؟ أخي صوتك واطي بالمرة. صوتي أعيد. قرأت في كتاب المبسوط للسرخسي إن البخاري حسب قول السرخسي إن البخاري أفتى بأن إذا صبيان رضعوا من بهيمة يصبح التحريم. حلو ممتاز. لحظة. ممتاز. أول شيء هذه كذبة كبرى، أتمنى تفضل أعطيني إياها من البخاري يلا. ونقلها من البخاري السرخسي. والله ما أنت ما دام قرأته السرخسي اسمع بس اهدى شوي، تكون بروفيشنال يا رجل. اهدى خليني أكمل. أنا ما قطعتك، أنا سكت لين خلصت وقلت لك حلو. شفت مع أن كلامي وقلت لك حوارنا حيكون في الأصول. عندك سؤال في الأصول تفضل. رحت للأمور فقهية مع أن هذا كله كذب على البخاري. الآن ما دام أنت أخذتها من السرخسي المفروض تروح تتأكد في البخاري هل هي موجودة ولا لا. تفضل أعطينيها من البخاري. أنا ما قرأتها بالبخاري، قرأتها من السرخسي. قول للسرخسي روح له في قبره قل له توى عليك وبالله اشرب مويتها. السرخسي عالم من علماء اهل السنه عزيزي. كيف الشهر كيف تدفل عليه؟ لا هذا كلام مرفوض. لحظه السرخسي مو مرجع لي. اسمع الان شنو مو مرجع لك؟ انت منو مرجع؟ لا ما يصير هذا الكلام تدفل على احد اهل السنه ما وافق عقيدتك او ما شابه. هذا كلام مش صحيح. هذا كذب ولا يصح الكلام. لا سمعت بس خل اكمل مداخلتي بدون كتم. البخاري يقول اذا رضع الشخصان من بهيمه يصبح اخوان، صح لو خطا؟ يقول السرخسي. ضعيفه هاي ضعيفه لو هم ضعيفه. والله قبر يطمك. لا قبر يطمك انت. والله لا اريد على البخاري ارد على هاي. يجوز نعم يجوز يعني اخطا. ممتاز. عندنا النبي صلى الله عليه وآله قال إن الرجل إذا اجتهد فأصاب فله أجر، وإن اجتهد فأخطأ فله أجران. فلو سلمنا جدلا إن الرواية اللي انت جبتها فيعني يتيمة السند يتيمة المصدر، لو سلمنا جدلا أنه قال ذلك فهو أصاب اجتهد فأخطأ وله أجران. تمام. شوف أنا بمشي معاك في كل الاحتمالات اهو عشان ما تنزلش وتقول عم عادل حرمني من اللي انا نفسي فيه. انا بعلمك ازاي تبقى فنان في الحوار. فهمت علي؟ هسجاوب الان. يلا تفضل. لحظة واحدة. لو كان الامام البخاري رحمه الله اماما معصوما لا يخطئ واخطأ في هذه المسألة ايش حكمه؟ هسه بس صاعد ابو ادم جاي يطلب تكت تشبيك. ابو ادم محاور سني لا يرد على لو أن البخاري إماما معصوما وأخطأ في هذه المسألة إيش حكمه؟ نحن عندنا المعصوم لا يخطأ ولا يسهو. المعصوم لو أخطأ إيش حكمه؟ هذا ما أتبع ليس بإمام. يلا قول يلا. قرأت في كتاب المبسوط السرخسي إن البخاري يفتي إذا الصبيان رضعوا من بهيمة فهذا تحرم الرضع من بهيمة. شو رأيك معاذ؟ حلو قوي. هل ابواب الفقه ملزمه لي انا؟ لا غير ملزمه. بس خلاص اديك جاوبت على نفسك. الان اطرح انا عليك سؤال ممكن؟ بس دقيقه يعني انت تقر بان بس القضيه خلاص يعني البخاري يفتي اذا شخص القضيه خلاص بارك الله فيك. الان ركز بقى معايا يا محترم. دقيقه ابو معاذ يا محترم. بس انا وياك ابو هيستوري انتهينا خلاص. الان ركز بقى معايا السؤال انا في النهايه. أحسن. قال ولو أرضع الصبيان من بهيمة لم يكن ذلك رضاعا. هذا الكلام لا بعد الزن كلش آخر 4 أسطر. وكان بمنزلة طعام أكلاه من إناء واحد. انزل. ومحمد بن إسماعيل صاحب الأخبار رحمه الله تعالى يقول يثبت به حرمة الرضاع، فإنه دخل بخارى في زمن الشيخ الإمام أبي حفص رحمه الله تعالى وجعل يفتي، فقال له الشيخ رحمه الله تعالى لا تفعل فلست هنالك، فأبى أن يقبل نصحه حتى استفتي عن هذه المسألة إذا أرضع صبيان بلبن شاة. نقلب الصفحة. اقلب.
قال فأفتى بثبوت الحرمة فاجتمعوا وأخرجوه من بخارى بسبب هذه الفتوى، وهذا لأن ثبوت الحرمة بسبب الكرامة، وذلك يختص بلبن الآدمية دون لبن الأنعام. إيه وين الإشكال؟ يعني إمامك البخاري يفتي بحرمة برضاعة بالبهيمة. شنو حبيبي هدي شوي عشان يصير. أنت صرخي صح؟ لا أنا شيعي 12 مو صرخي. شيعي 12 حلو. خلي يكون حبة الحوار يكون حبة عشان الكل يا هيستوري. تفضل بعمر. نعم. قال ومحمد بن إسماعيل من قال أنه البخاري رحمه الله؟ البخاري، لأن لفظة فإنه دخل بخارى أثبت أن محمد بن إسماعيل صاحب الأخبار هنا هو البخاري رحمه الله. اثنين، ما أفتى أحد بذلك. شايف هذا محمد بن إسماعيل صاحب الأخبار. خليني كمل. تقول هذه الصفحة يثبت به حرمة الرضاع، فإنه دخل بخارى في زمن الإمام الشيخ أبي حفص رحمه الله تعالى وجعل يفتي. هذا الرجل جعل يفتي، فقال له الشيخ رحمه الله تعالى لا تفعل فلست هنالك، فأبى أن يقبل نصحه حتى استفتى عن هذه المسألة. إذا أرضع صبيان بلبن شاة فأفتى بثبوت الحرمة. الآن رجل اسمه محمد بن إسماعيل دخل بخارى، اسمه صاحب الأخبار، أفتى بذلك فاجتمعوا وأخرجوه من بخارى بسبب هذه الفتوى، لأن هذه الفتوى ليست صحيحة. الآن أين المبسوط؟ أين السرخسي قال بهذا الفتوى؟ هو ينقل شيئا حصل وما قبلوا بهذه الفتوى فأخرجوه من بخارى. أنت قرأت الكلام كله ولا بس أخذت كلمتين وإجيت لعنا؟ اسمعني أبو عمر الشامي، أنا نقلت قلت لك قال السرخسي في كتابه المبسوط على البخاري. هذا أنا سؤالي هكذا كان يقول بأن وين البخاري؟ واحدة محمد بن إسماعيل صاحب الأخبار. عندك غير محمد بن إسماعيل صاحب الأخبار؟ تفضل طلع لنا أنت من هو محمد بن إسماعيل صاحب الأخبار. قال ولو أرضع. شوف وقال هذا من قول من؟ السرخسي. أحسن. قال ولو أرضع أو أرضع الصبيان من بهيمة لم يكن ذلك رضاعا. قال ومحمد بن إسماعيل صاحب الأخبار هو البخاري الصحيح. من هو؟ هو البخاري، لأنه طرد البخاري، طرد من بخارى، ومعروف القضية مطرود. أبو عمر أنت سامعها سابقا ولا أول مرة تسمعها؟ أنا سمعتها. لا تغلب. لا أبو عمر شام أنت سامعها سابقا؟ والله أنا ما قرأت الكتاب، ما قرأت هذا الكتاب أبدا. يعني هذا أول مرة يعرض عليك هيك شيء. في شبهات يا هيستوري، في شبهات على البخاري. أنا اسمعني أنا من نقلتها. هذا السرخسي اللي هو شيعي لو سني ما في إشكال. ضيفنا المكرم. نعم. حبيبي اعطيني ميوت خليني كتكمل. خليه يتكمل. تفضل أبو عمر تفضل. لا ضيف محترم يسمع مننا ونسمع منه. تفضل أبو عمر. هذه الرواية التي رويت في هذا الكتاب أوردها السرخسي، والسرخسي رحمه الله إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، بما سمعه قام ورواها.